هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. جايبالكم النهاردة ألذ وأحلى وصفة رز بلبن هتعملوها أحلى من المحلات، مش زي المحلات كمان. بوش مكشكش وخطير، وتحسي ان كأنك عاملاه بقشطة مش بلبن. طعمه تحفة. اللبن مركز فيه جدا، وهيديكي كمية محترمة من كيلو لبن واحد، وطعم ولا في الخيال. الناس كلها مش هتصدق انك عاملاه في البيت، وهتعمليه بخطوات بسيطة جدا جدا جدا. اول حاجة هنا عندي كوباية رز، مش واحدة بس، مش منقوعة ولا اي حاجة، غسلاها. شوية الفانيليا بتوعنا، سواء السايبة او البودر، وسوري او اللي هي الميه دي، والنشا. بس انا مش محتاجه اكتر من كده. وطبعا اللبن انا كنت جايباه وغلياه وسايباه بايت عشان يعمل لي طبقه قشطه كده محترمه. الرز انا هاخد كوبايه واحده بس، وهغسلها كويس جدا، مش هعمل اي حاجه تانية. واللبن انا غلياه من قبلها بيوم، وعامل لي طبقه القشطه المحترمه. انا بحب اللبن البلدي بتاع اللبان علشان ما فيهوش مواد حافظه. هبدا اسخن اللبن، وهتلاقي اول ما سخن طبقه القشطه دي دابت فيه. بصوا بقى اهي طبقه القشطه بدات تدوب، لان انا حطاها كده على النار. اتفرجي بقى على جمال وحلاوه الرز بلبن اما تحطي الرز فيه وهو بيتسلق. حطيت هنا نقطه ملح، يعني ذره كده صغننه، بس بتظبط لي طعم الاكله. وهنا كوبايه الرز اللي انا غسلاها حطيتها اول ما اللبن بدا يسخن. كوبايه رز واحده بس على كيلو اللبن، وكيلو اللبن انا زودته حوالي كوبايه او كوبايه ونص ميه، انا مش كتير. بصوا بقى انا هعمل ايه اول ما تبدا الميه تغلي كده. هي مع اللبن هوطي عليها. خطوات سهله وسريعه وبسيطه. شويه اللبن مع الميه، مش كتير طبعا، وكوبايه الرز وذره الملح. انا ما عملتش اي حاجه تانية. واللبن هنا اول ما لقيته بدأ يسخن جامد، وطيت النار عليه خالص، كأنك بتعملي رز عادي جدا. وطبعا انا حاطه كميه رز قليله، علشان اللبن يبان فيها جامد وتبقى غنيه، والرز ده هيزيد جدا. هتشوفي كوبايه الرز دي هتزيد وهتديكي كميه كبيره ازاي.